2017 بوتين رئيس روسيا قال: نحذر من محاولة مهاجمة أو الاحتكاك بالجيش المصري أو البحرية المصرية، فما تمتلكه مصر من أسلحة فتاكة حديثة ومتطورة يجعل من المستحيل مجابهتها ويمثل خطرا شديدا على من يحاول ذلك. بوتين ووزير دفاعه أعلنوا في نفس العام: هناك صفقات أسلحة للجيش المصري تمت ولم يتم الإعلان عنها بناء على رغبة وطلب القيادة المصرية. في 2018 العملية الشاملة سيناء وتصريح الجيش الروسي وحلف الناتو: ما يفعله الجيش المصري في سيناء لابد من تدريسه في العلوم العسكرية عن كيفية الحرب في التضاريس الوعرة. في 2018 في معرض إيدكس للصناعات العسكرية المتطورة وظهور أسلحة تم تعديلها بعقول عسكرية مصرية خالصة. في 2019 إيطاليا تخرج بتصريح قالت فيه إن البحرية المصرية في المتوسط مرعبة، ولو أرادت منع السمك من